مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير بدر الدين جمجوم، الله يرحمه. تاريخ ميلاده 26 ديسمبر 1934. تاريخ وفاته 21 إبريل 1992. توفى عن عمر يناهز 58 سنة. الله يرحمه يرحم الجميع. ممثل مصري من أصول فلسطينية، وبالأخص من مدينة الخال. اسمه بالكامل بدر الدين محمد جمجوم. هو زوج الفنانة الراحلة فيروز، الطفلة المعجزة أخت نيلي، وعنده ولد وبنت إيمان وأيمن. اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1959، وعمره في الوقت ده كان 25 سنة. وبعد كده انضم لكلية الآداب جامعة القاهرة، وبعد ما خلص تعليم التحق بفرقة ساعة لقلبك، وبعد كده انضم لفرقة إسماعيل ياسين، وبعد كده فرقة التلفزيون، واشتغل موظف لفترة طويلة. من أهم المسرحيات اللي عملها الفضيحة، الراجل اللي قال. ومن أهم الأفلام اللي عملها في الفترة دي بين القصرين، الزوج العازب، غرام في أغسطس، زوال المدق، وغيرهم كتير. قدم 68 عمل فني، ومنهم السرعة لا تزيد عن صفر، عجايب صندوق الدنيا، مملوك في حارة، جيران آخر الزمن، دقت على بابي، الحب في الحقيبة الدبلوماسية، رحمة، المكتوب على الجبين، إنها مجنونة مجنونة مجنونة، علي الزيبق، لا إله إلا الله الجزء الأول، ألف ليلة وليلة، الحل اسمه نظيرة، كان يا مكان. مع تحياتي الأستاذ العزيز، المجهول بلا عنوان، مبروك جالك ولد، محمد رسول الله الجزء الأول، الأيام، دقة القلب، صائد النساء، أرملة ليلة الزفاف، الشحات، آدم والنساء، حسناء المطار، مذكرات الآنسة منال، حضرة صاحب العمارة، سارق المحفظة، للأزواج فقط، مغامرة شباب، أسرار البنات، للمتزوجون فقط، المليونير المزيف، جزيرة العشاق، مراتي مجنونة مجنونة مجنونة، ربابيكيا، نورة، الزوج العازب، غرام في أغسطس، أنا وأخويا، بين القصرين، جوز الهانم، زوال المدق، قاضي الغرام، شخصيات تبحث عن مؤلف، الزمار، ست البنات. الله يرحمه، لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأني قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.